ما يمكنش ما تكونش شفتي هذا الفيديو اللي منتشر في السوشيال ميديا اللي فيه قرش كيف دارس انسان بكل سهوله. لقطه اللي كتخلع بزاف، واي واحد غيبقى فيه الضحيه اللي مات بطريقه اللي وحشيه. هادشي ما غتبغيش لعدوك. انا عارفك دابا غتكون حطيتي راسك في بلاصتو وكتقول اشنو غادي ندير الا كنت في السيتوياسيون ديالو. كمل الفيديو حتى الاخر باش تعرف شنو ديري الا لقيتي راسك وسط البحر وهاجمين عليك القروش. في مصر بالضبط في مدينه الغردقه في البحر الاحمر، واحد السائح روسي كان كيعوم في مارينا والناس جالسين في الريستو كيشوفوا في البحر. واحد شويه كيبان لهم خونا كيتقلب في الماء وكيغوت. هنا ناضو كيصوروا كيغوتوا وعارفين باللي كاينه شي حاجه تما. في لحظه بان الماء ولا احمر ورجليه طلعوا للسما ونزل. وهادشي بسبب القرش النامر، ثاني اخطر قرش في العالم، هو اللي كيلعب بسنانو مع السائح الروسي اللي كاين في مصر. السائح ما عرفش باش تبلا واش داتو الخلعه والرعده. هنا القرش لقى ما بغا وبدا كيدور ليه. هنا السائح استسلم وكيتسنى شي واحد يعتقو، ولكن للاسف من بعد 30 ثانيه كما شفتوا في الفيديو القرش افترسو وما خلى فيه والو. والانقاذ ما وصل حتى وصلت روح السائح عند الله، والجسد ديالو وصل للمعده ديال القرش. ولكن واحد السؤال، شنو كيدير هذا القرش هنا وعلاش هاجم البشري؟ اوكي، من بعد دراسات بسيطه لقاو بلي هذا القرش انثى، وهذا القرش الانثى مع واحد القرش صغير اللي هو الولد ديالها. هاد انثى القرش شافت هاد السيد كيعوم، وبالنسبه لهذاك السائح اللي كيعوم كيشكل خطر عليها وعلى الولد ديالها. الغريزه ديالها فرضات عليها انها تقصدو وتفترسو، وكاع داكشي شفتو في الفيديو. الصياده بداو كيقلبوا حتى لقاوها، واخا ممنوع الصيد في هاد الفتره جبدوها. ملي شدوها بالشبكه كتفوها وخرجوها، ومع خرجوها بداو كيضربوها وكيعذبوا فيها، زائد انها كيهرسوا ليها سنانها بدافع الانتقام. بعض الناس كيقولوا بلي هادشي اللي داروا هاد الصياده وخرجوها وكيعذبوها هو احسن حل ومزيان انهم ينتقموا. وبعض الناس في جهه اخرى كيقولوا بلي هاد القرش خصو يتعطى لوزاره الصحه، وكيقولوا بلي دوك الصياده ما خصهمش يعذبوها ويضربوها، حيت الا عطاوها لوزاره الصحه غادي يديوها لشي بحر اللي بعيد وغارق وتما فين كيعيشوا القروش، وتما هاد انثى القرش تكمل حياتها. وانت جاوبني ضروري في التعليق باش نعرف الراي ديالك على هاد البلان. القرش النمر هو ثاني اخطر قرش من بعد القرش الابيض العملاق. الطول ديالو كيوصل حتى 4 المتر، والوزن ديالو كيوصل للطن. دابا تخيل تحطي في شي سيتوياسيون بحال هادي، مشيتي للبحر باش تصيف ودخلتي شويه للبحر للداخل، وواحد شويه لقيتي القرش كيدور بيك، شنو غدير باش ترجع حي لليابسه؟ اولا غادي نشوفوا كيفاش تفادى القروش من الاول. اولا خصك تفوت الماء العميق كما كنسميوه حنا الفندق، حيتاش الفندق او الغرق هو اكثر بلاصه كتعجب القروش. ثاني حاجه ما تعومش في الليل، حيتاش القرش كيشوف مزيان في الليل، زائد انه كيتحرك مزيان تحت الماء وهو غيشوفك وانت ما غتشوفوش. وإلا جاب الله لقيتي راسك قريب لشي قرش ما تبقاش تحرك، فراه ممكن يكون هو غير دايز، داكشي علاش ما خصكش تحرك بزاف، وإلا تحركتي بزاف غادي يجي قصدك بدافع الدفاع عن نفسه. واحسن حل هو انك تبقى تعوم بشويه وتبقى بلاصتك حتى يفوت وديماري ديك الساعه خرج. والحاجه الاخرى اللي غتخلي القرش يتشهاك هي البول. الاغلبيه ديال ضحايا القروش كيتخلعوا وكيبولوا، ولكن اللي ما عارفش هو ان البول اعزكم الله هو اللي كيجذب القروش. وكاينين الناس اللي كيتبولوا في البحر بدون سبب. قبل ما ديرها تفكر باللي انه كاين المرحاض في الكورنيش، ولكن الا كنتي باغي تخلي شي رجل للقروش خذ راحتك. دابا ندوزو الى لقيتي القرش بدا كيهاجمك، شنو غادي دير؟ اول حاجه بلا ما دير فيها متحمره قدام القرش، حيت الا بقيتي جامد بلاصتك ما غاديش يعطلك. واللي ما عارفينش ان القرش في طبيعته كيعجبوه الوجبات السهله. والحاجه اللي خصك دير هي انك خصك تفايتي معاه وتدابز معاه. غيبان لك بحال كنطنز عليك، ولكن راه هادشي اللي كاين، حيت القرش حتى هو عنده نقاط الضعف بحالنا، بحال راسو عينيه والخراشف ديالو. وإلا قدرتي تضربو باقصى ما عندك بنيفو اللي خارج ولا عينيه فراه غتكون درتي احسن حل. وهنا غادي يبعد عليك واحد المده وغتكون عندك الوقت فين تهرب وترجع لليابسه. ولكن الا كان عندك شي موس ولا شي اله حاده فراه غادي يكون من الاحسن باش تضربوا بها العينين. وهاد العمليه ضروري خصك تنزل تحت الماء براسك باش تولي فاص مع القرش، ماشي هو يبدا يعطفك من التحت وانت راسك كاين في الفوق. يعني خلاصه هاد النصيحه الاخيره ملي يهاجمك شي قرش موت معاه، وتفكر واحد المقوله ديال تبكي مو ما تبكيش مي. وملي تحس باللي القرش بعد افضل خطه هي الهروب، وحاول تخرج من الماء باسرع وقت، حيتاش تكون كيف ما كنتي القرش غيبقى متميز عليك تحت الماء. وملي تخرج اول حاجه تقلب عليها هي الدواء، حيتاش ممكن تكون مجروح ولا شربتي الماء، واذا كانت فيك شي عضه ديال القرش بقى ضاغط عليها باش ما تخليش الدم ديالك يخرج بالزربه من الجسم ديالك. واخا الشرحه تكون صغيره عقمها وشوف المركز الصحي من الاحسن. هادو كانوا نصائح علميه على كيفاش تتصرف مع القرش. ممكن تكون كتقول دابا بلي هذا الشيء من المستحيل انه يطرا، ولكن اللي غنقول لك هو ان السائح الروسي حتى هو بحالك في هاد الوقيته كيقول بلي
مستحيل انه يهاجموا شي قرش، ولكن في لحظه لقى راسو معاه وما عرفش شنو يدير. ممكن لا قدر الله تطيح في شي موقف بحال هذا، وعلى الاقل تكون عارف شنو دير باش تنجى بحياتك. بزاف ديال الضحايا ديال القروش اجنبيين نجاو بصحتهم من بعد ما تعرضوا للهجوم ديال القرش، وهذا الشيء بسبب هاد الخطوات اللي قلت لكم واللي كيبانوا لكم بساط، وعلى الاقل خرجوا باقل الاضرار. في المغرب عارفين بلي ما عندناش القروش كيكونوا غير في الاعماق ديال البحر والبروده، ولكن في هذا العالم ممكن توقع اي حاجه، واي حاجه ماشي مستحيل، والبحر كبير وما كنعرفوا عليه والو. ولا كان شي واحد عزيز عليك صيفط ليه هذا الفيديو باش يعرف الطريقه كيفاش ينجى من القرش. هادشي اللي كان في هذا الفيديو. كان معكم اوطي، ديروا واحد سبسكرايب في هذه الباج جديده. تشاو.